ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال. انا احمد ابراهيم، اللي اول مره يشوفني وده فيديو جديد بعد فتره انقطاع مش فاكر هتكدي لانها كبيره الصراحه. لسه مخلص امتحانات من فتره، من اسبوع كده او اقل، لا اقل من اسبوع. فقلت لازم نرجع كده ونظبط الدنيا عشان الدنيا في المنيا خالص، هي يعني قاعد في المنيا في المنيا فعلا. بس فكنت عايز نصور فيديو من زمان ونرجع نصور باذن الله. تمام. الفيديو ده اصلا كان المفروض عبارة عن قصة في الكلية، بما ان انا خلاص خلصت اخر ترم اول في حياتي، فاضل ترم تاني ونبقى خلصت الكلية خالص. مش عارف ازاي خلصت والله، عايز نحكي عنها بس ان شاء الله نخليها الفيديو تاني، يعني الفيديو اللي جاي. المفروض هو ده اصلا اول فيديو ينزل يكون عن الكلية، بس بما ان الفيديو بتاع الكلية هياخد شغل واخد وقت، فعايز له فترة، عايز له اسبوع كده ينزل الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس الفيديو ده عبارة عن 5 حاجات اتعلمتهم في 2025، بما ان احنا خلصنا 25 واحنا بدأنا 26. فأنسى الفيديو اللي هو حاجات اتعلمتها في 2025. حاجات كتير، كانت سنة مختلفة. هو كل سنة طبيعي لازم يبقى فيها حاجات مختلفة وحاجات اتعلمت وحاجات غلطت فيها وحاجات عملتها صح وإنجازات وإخفاقات. ده طبيعي في أي سنة. يعني مفيش سنة اللي هي هت... هتبقى مختلفة عن أي سنين. طبيعي، طبيعي سنة تنجح فيها سنة تفشل. السنة عمرها ما تكون كلها نجاح وكلها فشل، فترات حتت حتت كده. بس 5 حاجات يعني هتكلم عنهم الفيديو ده، استفدت منهم بدرجة كبيرة في 2025. بس فقبل أي حاجة خالص صلى على النبي، نذكر الله وندعي لإخواتنا في فلسطين، إخواتنا المسلمين، إخواتنا في غزة، وادعي لي. أهم حاجة ادعي لي، كتر الدعوات. وادعي لنفسك، متنساش، أكيد ناسي نفسك. النهارده الخميس، مش عارف بكرة أو النهارده ليلة الإسراء أو المعراج، تبدأ النهارده. بس فادعي لي، ممكن نشوف الفيديو ده بكره، مش عارف هتلحق كتير. المهم ادعي لي يا عم وخلاص. من النهايه كده، من اول ناحيه ادعي لي، ادعي لي ربنا يكرمني كده وفوق نفسي وقرب من الناس اللي هتحبني ويبعد عني اي شر. وادعي لي، يمكن عندك دعوات انت تحب تدعي لنفسك، ادعي لي. رقم واحد، هم 5. فهنبدأ برقم واحد. رقم واحد، ما تحبش حد أكتر من نفسك. قلتها في الفيديوهات وهنقولها طول عمري، ما تحبش حد أكتر من نفسك، ما تعليش حد عن نفسك، نفسك ثم الآخرين. مش معنى ان اقول لك حب نفسك ان انت تبقى اناني. خليك اناني في نفسك، مش اناني في كله. ما تاخدش حاجه حد وتقول لي بتاعتي دي انانيه، ما انا مالناش دعوه بيها، احنا نتكلم في نفسك. ما تحبش حد اكتر من نفسك، بمعنى انا عارف احمد، فانا فانا عارف احمد كويس فيها وحش فيها، نجح فيها فاشل فيها. فانا ما نحبش حد اكتر مني، هنشوف هو كويس فيها وهنشتغل على حاجه كويسه دي عشان تبقى كويسه خالص جامد. واحمد ضعف فيها هنقويه. زي مثلا كنت نلعب كوره، هنلعب برجلي اليمين، فرجلي الشمال ضعيفه، فلا ما هتنفعش دلوقتي في عصر الاحتراف، ما هتنفعش. فلازم نشتغل على رجلي رجلي الشمال برضه، لازم نطور رجلي الشمال. نفس الفكره. ما تحبش حد اكتر من نفسك. الشخص اللي ما يخليكش انت بالنسبه لك شخص مميز، شخص هيحبي هيقدري هيتعامل معاه بطريقه حلوه، تمام، انا معاك وهنعاملك بطريقه احسن. انما هتعاملني بطريقه وحشه، تحسسني ان انا وحش، انا لا يا عم، ده الحديد يتن، عشان كنت شايف والله. بس ما تحبش حد اكتر من نفسك. نفسك اللي هتحاسب عليها في الاول وفي الاخر. ربنا مش هيحاسبك على الناس. اول حاجه هتحاسب عليها الصلاه، صلاتك انت مش صلاه الناس. هيحاسبك ربنا على فعلك انت مع الناس، حاسبك ازاي انت عملت الناس، ظلمت الناس ولا لا، فانت اللي هتحاسب. فاهم؟ ربنا مش هيحاسب حد مكانك، لا، كل واحد هيتحاسب عن نفسه بس. فركز مع نفسك، ما تحبش حد اكتر من نفسك، بمعنى وقتك. وقتك ده اهم حاجه، شوف وقتك هيضيع فيها استغل فيها. فده وقتك والوقت ده عمرك، فنفسك يعني. الكلام ده هنقول لي وليكم. بس فركز مع نفسك يا باشا. يلا بينا على رقم 2. رقم 2 هتاخدنا من رقم 1 لرقم 2، هي مرتبطين ببعض. البشر، الصحاب، الناس، الاهل، كل اي حد. فترة، فترة في حياتك. كلية فترة، الثانوية العامة كانت فترة صعبة. تخلص على الشغل فترة صعبة. شغل تتجوز، عايز تتجوز، فترة صعبة. فكل حاجة فترة. والرحلة فردية، مهما قالوا الرحلة فردية وهتفضل طول عمرها فردية. مهما الناس قالت والله فردية. أصلا بص بالعقل، أنت اتولدت وحدك، هتعيش وهتكبر وحدك. مهما كانت مزدحمة بالناس هتفضل طول عمرها فردية. الرحلة بيت فردية. فالرحلة فردية.
هتدخل القبر وحدك، هتعيش حياتك وحدك. اي نعم، ناس هنا وناس هنا واروح عندك، بس انت في الاخر وحدك. انت هتنام وحدك، هتصحى وحدك، فلوسك انت المطالب تجيبها وحدك مهما كانت الناس تساعدك. فهي دي، مهما كان في سبورت هنا ودعم هنا ودعم هنا، برضه وحدك. محدش مهما كان يعني اهلك ما يحبوكش طول ما انت فاشل. هيساعدوك مره اتنين تلاته 10، لحد مره واحده خلاص انت مجرف. خلاص اتعبني، ساعدناك مره واتنين وحاولنا معاك 10، انت ذات نفسك ما محاولش. في فرق ان انت محاول والدنيا لسه ما هتمشيش، بس هتمشي، هيجيلها وقت وهتمشي. تمام، ده برضه. بس يعني رحله فرديه. كل بشر فترات. اصحابك اللي في الجامعه ما يقعدوش طول عمرهم، هيجي فتره يمشوا. اصحابك اللي معاك في الشغل هتسيب الشغل، ممكن تروح شغل تاني بعد ناس تاني. اصحابك نفس الكلام برا الكليه، فكل واحد هيتشغل. اصحابك اللي في الجامعه مثلا بعد فتره كل واحد هيروح في دنيتي، واحد هيشتغل، واحد هيسافر، واحد هيروح. بس فكل فترات، كل فترات حرفيا. يعني اصحابك اقعد كده، شوف اصحابك اللي كانوا معاك في ابتدائي، هل هم دلوقتي؟ هتلاقي اتنين تلاته. هل هتكلمهم زي ما كنت اتكلمهم الاول؟ 100 500%. لا. اصحابك في الجامعه دلوقتي هتكلمهم اكتر. بعد ما تخلص الجامعه نفس الكلام، هتلاقي نفسك اتسحلت في جيش، اتسحلت في شغل، اتسحلت في سفر. نفس الكلام. فكل البشر فترات، فانت تعامل الفترات دي، تسيب اثر معاهم كويس. اصحاب الكليه تبقى معاهم كويس كده، كل واحد من بلد، فعايزينها تمشي بالحب. يقول لك والله ده انا بفتكر احمد، انه هو كان معايا كويس، كان فاهم. خليك كده هين لين سهل، سيبها على الله. وعامل ناس حلوه بطريقه حلوه، ما تزعلش حد منك. انت كده كده هتموت وهتقعد اسمك انت عملت ايه. كان كويس معاي الله يرحمه، كان وحش يا عم الله يرحمه. يا عم انت احسن يا اختي، وانت احسن يا اخويا. اخذنا رقم ثلاثة. ابعد قدر الامكان عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يخرب بيت ام السوشيال ميديا، مهلكة للنفس، مهلكة للوقت، مهلكة ليك انت كبني ادم. السوشيال ميديا مش واقعية، كانت حياة واقع افتراضي، بس هي مش واقع افتراضي، بقت هي الواقع. والحياة اللي احنا عايشينها دي الافتراضي. الحياة الحقيقية هي المفروض عليك. يعني هتقول لي اتقابل شخص حقيقي وهتبعت له مسج على الواتساب، هنبعت له مسج لسه هنطلع ونروح وندي انا كده. فبقت اللي هي الحياة الافتراضية، والواقع هو الواقع، واقع فعلا. فابعد عن السوشيال ميديا قدر الامكان، هتاخد وقتك. انا كنت هتخنق والله وما عارفش نبطلها، مش عارف نبطل نستخدم السوشيال ميديا بكثافة. هنحاول باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله هنقللها قدر الامكان وهنحاول. بس السوشيال ميديا هتاكل وقتك، هتخليك قاعد في حياة الناس. يعني زمان عشان تعرف حد تبقى راجل متسلط بارد، حاطط مناخيرك في حياة الناس، تبقى عارف ده عمل ايه وعمل ايه وعمل ايه. ده انت مش محتاج تعمل، انت مش محتاج تقف عند باب وتسمع ده هيقول ايه. لا، انت قاعد وهتشوف لا مؤاخذة الراجل ومرته في البيت، مش عارف مين اتطلق ومين كلمها ازاي. انا مالي؟ انا ايه اللي دخلني؟ انت ما تولع عقولكم. انا ايه اللي دخلني في حياة نيلي وشريهان وهجيبهم لي نيلي، اجيب لهم لك شريهان انا مالي؟ كل ده هيملى مخك، تلاقي مخك مفيش. اديت ذاكر يخرب بيت ما مستوعبش. طب تفكر، تلاقي مش عارف ايه اللي ده في دماغك، والكلام دي وقرار مشاكل وفرحة واللي حصل وطلقها وعم سيد. في يا جدعان انا مالي يا عم؟ وعم شعبولة ايه يا عم، انا مالي بالناس ده كله؟ يعني دخلني بالتفاصيل تاني. بس فالسوشيال ميديا مهلكة خالص. مستحيل مستحيل في العصر الحالي حد ما استخدمش السوشيال ميديا ابدا. بتبقى مضرة، خصوصا انها دخلت في الشغل. يعني في ناس بتشتغل على السوشيال ميديا، ماركتينج بتاع ده. فحاول تقللها قدر الامكان، استخدم التليفون اقل حاجة تقدر تستخدمها عليه، لان اياكل حرفيا وقتك وعمرك، طاقتك. تشوف ده السوشيال ميديا، محدش هينزل حاجة ضعيف فيها، محدش هينزل حاجة هو خسر فيها، محدش هيقول لك انا وحش في الحتة دي. كله هينزل انجازاتي، انا عملت. وبص يا جدعان قولوا له شاطر. هو لا ينزل حاجه على السوشيال ميديا عايز اخد دعم، سبورت من الناس. واو، انا خدت كورس ابن 200 كلب، محدش خد غير 50,000 في ال 10,000 بتوع مصر. ف جدعان قولوا له شاطر، انا نجحت. طب الف مبروك. هو الفكره في كده، عايز يملى نقص عندي. في واحد نقص اهتمام فتلاقيه متكلم مش عارف ايه، ده طبيعي. حاجه حلوه، بس فانت ما تاخدهاش ان هي دي حاجه الحياه الواقعيه. تنزل لك الحاجات المتفجره فيها. فركز مع نفسك، يعني تاخدش السوشيال ميديا ان هي واقعية. استهلاكها في وقت الفراغ اكتر حاجة تقدر تبطلها. يعني رقم 4، ما تعتمدش على شغفك او مزاجك في الشغل او في المذاكرة، او ما تعتمدش عليها. الشغل والمذاكرة والحاجات الضرورية عليك، لو اعتمدت على الشغف او
المزاج ما تنجحش، ما هتكملش في حاجة. الصلاة متعبة جسديا، 5 مرات مثلا. قوم وصلي وفي البرد مي. فانت لو اعتمدت على مزاجك، لا انا هنصلي النهارده مثلا بكره ما هنصليش. نفس الفكره. التمرين متعب موت. اتمرن لسه مثلا وضغط ومش عارف ايه وروح وتعالي. فلا، مزاجي ما يبنيش النهارده، ما تعبنيش جسم شديد، ما تبقاش عندك عضلات مثلا زي اللي كنت مرهق في اول الفيديو. المزاج بيحرك الهواء. اللي هيحركك هو المحرك الاساسي فعلا الخوف. انت خايف من الفقر فهتشتغل حتى لو هتموت، بس انت عارف ان انت لو سبت الشغل ده ما هتلاقيش فلوس. فانت خايف ما تلاقيش فلوس، خايف ما تعرفش تاكل، خايف ما تجيبش العربيه مثلا اللي انت عايز، خايف ان انت تبقى فاشل، خايف من نظرة ده، خايف من نظرة دي. فده خوف. فاللي خليك تعمل حاجه خوف. انما الشغف ده لما تبقى زي ما قال لك صلاح ابو المجد، يبقى معاك يختك كده ومظبط الدنيا، يبقى دور على شغفك. انما اللي يحرك البني ادم صح هو الخوف فعلا. بس فما تعتمدش على مزاجك، ما تعتمدش على شغفك. حاليا شوف انت عايز ايه، ادرس اللي تعمله بمخك. شوف انت صح، دوس واعتمد على نفسك، ولازم تغصب نفسك على حاجه. وما غصبتش نفسك على حاجه ودوست على نفسك مش هتعمل. ورقم 5 والاخير نحب نقول عن نفسي وليكم: جرب. جرب وما تخافش. ما تخافش من رأي الناس، ما تخافش من الفشل، ما تخافش. انت كده كده 100% فاشل. جربت 50% فاشل 50% ناجح، فانت زادت نسبة نجاحك 50%. فشلت المرة دي فزاد نجاحك يا المرة التانية بقي 70. نفس الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تنجح وتوصل. بس هتوصل متى، هتوصل الساعة كام، هتوصل فين، الله أعلم. بس أنا هنحاول، أنا لحد ما ربنا ياخدني لحد ما نموت يعني. هنحاول، ما عنديش حل تاني. بس أنا هنعمل يعني نقعد نقول كان ومن؟ لا، لازم نحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما ربنا يكرمنا ونوصل. عشان ما يجيش الوقت بعدين يقول يا ريتني حاولت. طب ما انا كانت هاي كنت عملت. فلا، في اي حاجه عموما حاول اللي هو نعيش اللحظه. عيش اللحظه زي ما هي. اعمل اللي في دماغك طالما في دماغك صح. ما تخافش، جرب اعمل الحاجه. ما تحطش في دماغك ده هيقول عني ايه، ده هيشوفني ازاي، مش عارف إيه. طالما انت حاجه عايز تعملها ومش غلط ومش حرام، بيس يا مان. ليه لا؟ ايه يعني مثلا ايه يعني اركب عجل كبير؟ يعني اركب عجلي، اركب عجل واسوق وارفع عصان واظبط الاداء. ايه يعني رحت مشوار، ايه يعني لعبت كوره، ايه يعني مثلا انت تجيلك فتره تقول يا ريت لا انا كبرت على اللعب. لا يا عم، العب عادي، اتحرك عادي. اعمل اللي تعمل عادي طالما هو قلت لك مش حرام مش غلط مش مضر. عيش يا باشا، ما هي الحياه. فلازم تعيش حياتك، تجرب. هتعرف ازاي غلط ان ده غلط وان ده صح؟ من خلال التجربه. الاغاني حرام ليه؟ من خلال التجربة عرفت إنها حرام. سمعت مثلا أغاني عرفت إنها حرام. نسمع أغنية نزعل مش عارف إيه في حرام. آه، عرفت إزاي السجاير حرام. ما شربتهاش الحمد لله. بس تدمر الرئة، هتتعب مش عارف إيه. عرفت. فجرب يا عم، جرب الحاجة الصح. دوس مع نفسك، ما تخافش. فليلة التجربة محدش هيعمل في حاجة. ليلة التجربة بس عادي كده. من غير تجربة هتقعد طول عمرك كده. انما جربت تمشي كده، ففي حركة. في انت تعمل حاجة. فاهم يعني؟ لو غلطت اديك نزلت. فلا، عرفت انك غلط ما عملتهاش، الدنيا السهم طلع. فاهم الفكرة؟ بس فجرب، ما تخافش. خوف خليك ثابت مكانك. خايف تطلع برا، خايف تواجه الناس، خايف مش عارف تصلي بالناس عشان ممكن تغلط. طب ماشي، ما انت لو غلطت في الصلاة مثلا او غلطت في أي حاجة هتتعلم. فانت لو ما اتعلمتش او ما غلطتش مش هتتعلم. انا دلوقتي مثلا خايف نطلع نقابل الناس او نواجه الناس او نتكلم قدام الناس. انا قلت طول عمري خايف من دي، تبقى عندي عقدة. انا خايف نتكلم قدام الناس. فلا، اتكلمت مرة وده ضحك عادي. طب قوم اتكلم انت. اتكلمت مرة، في التانية ثقة، خدت ثقة مش عارف ايه، فبقيت اتكلم ونروح ونجي ونعمل عادي. يعني الناس هتكلم، اللي قدامك ده بشر. جرب كده. اقول لك قوم اتكلم انت او قوم اعمل انت، هتلاقيه سكت معاك. يقول لك لا انا معيش نتكلم، بس هو ما قدرش يتكلم. هو مش معيش، هو ما قدرش. لان ما واجهش خوفه. لما تواجه خوفك هتموت. انما لما تهرب مني، خوفك اكبر اكبر لحد ما انت تبقى قزم قدام خوفك، ما هتقدرش تقضي عليها. وفي الفترة دي اما تحاول تقضي على خوفك هيبقى جن بالنسبة لك، يرعبك. فلا،
لازم تواجه خوفك وما تخافش من اي حاجه. شوف انت هتخاف منها، عندك عقد منها، حل، لازم تحل. بالذات انت دلوقتي في سن صغير، مثلا اغلب الناس هتشوفني من 18 ل 24، فعندك وقت، جسمك الحمد لله يساعدك تتحرك، تطلع تروح الجاي، عندك قابلية للتعلم، عندك السن ده هتبني فيه نفسك. فما تخافش وبس سيبها على الله. صلي، نام كويس، ظبط أدائك، روج الكلام بس. وفي النهاية نصلي على النبي ونشكر الله وبس.